نعمل ايه بس يا جماعة؟ اصل انا قلت له 1000 مرة بلاش بلاش يا سعيد، ده لو جوزي عارف بحاجة من اللي بيني وبينك او حد من العمارة اللي محنا هيتحول الدم للركب وتخرب حياتي. بس ولا هو هنا مسك اقفال اللبن والبضاعة اللي بيوردهولي الصبح بدري وسحبني من ايدي المطبخ الحضانة الداخلي قبل ما الاطفال والمدرسات ييجوا، وقفل الباب الخشب بالترباس عشان يتكلم معايا بعيد عن عينين الناس. مسك ايدي جامد وهو بيبص في عيني بلهفة ويطمني بصوته الدافي، وكان قريب مني لدرجة اني حاسة بنبض قلبه من التوتر. انا بصراحة يا جماعة انتهزت فرصة ان جوزي مسافر في مأمورية وشقتي فاضية، ورجلي جابتني على الحضانة بدري، واستسلمت لكلامه اللي بيغيب عقلي ونفذ اللي في دماغه، ووعدني انه مش هيتخلى عني. لحد ما فجأة سمعنا صوت مفتاح واحدة من أمهات الأطفال بتفتح الباب الخارجي بلهفة، ومسكت مقبض الباب علينا. أنا اسمي منى، 29 سنة، الست الهادية اللي كل سكان العمارة بيحلفوا بإخلاقها وأدبها، الزوجة المطيعة للمهندس مدحت اللي شغلته في المقاولات واخدة كل حياته. مدحت بيبعد بالأساميع في مواقع العمل البعيدة، يسيب لي البيت عبارة عن 4 حيطان ساقعة ومصروف يتسحب من الفيزا، ومن غير طفل يملى عليا دنيتي ولا كلمة حلوة تونسني في طابور الأيام الطويلة. كنت فاكرة إن العيشة دي هي مكتوبي، وإني هفضل استحمل لحد ما كركب وعجز، لحد ما ظهر سعيد ابن البلد، راجل طوال وعريض وعينيه فيها حنية ولهفة أنا ما كنتش بشوفها حتى في الأحلام. بيورد اللبن والأجبان للحضانة اللي في الدور الأرضي بعمارتنا كل يوم الصبح. بدأت الحكاية بنظرة وسلام من بعيد، وبعدين كلمة حلوة تترمي على السلم وأنا نازلة، كلمة ورا كلمة. بدأت أحس إني بدأت أتولد من جديد، وبقت الصبحية هي الحلم اللي بصحى عشانه كل يوم. واليوم ده لما عرفت إن مدحت مسافر مأمورية لمدة أسبوع وعقلي طار مني، نزلت للحضانة بدري قوي بحجة إني أساعد أبل أمل قبل ما تفتح. بس الحقيقة إني كنت نازلة وأنا عارفة إن ده ميعاد وصول سعيد، وفعلا دخلت المطبخ الداخلي معاه واستسلمت لسحر كلامه ونظراته اللي بتنسيني الدنيا وما فيها، لحد ما خبطة مقبض الباب وصوت المفتاح اللي بيلف في الكالون قطعوا علينا أنفاسنا وشقلبوا حياتنا في ثانية واحدة. الصرخة اتخنقت في زوري قبل ما تطلع. سعيد سحبني من ايدي في لمح البصر وزقني بشويش لورا التلاجة. جسمي كان بيترعش زي الورقة في عز الهوا، وحطيت كفي الاتنين على بقي وانا ضغط على اسناني عشان صوت انفاسي العالية ما يخرجش. سعيد مسك ازازة لبن كبيرة بسرعة عشان يداري ايده اللي كانت بترتعش هي كمان، وسحب الترباس بشويش من غير ما يعمل صوت، وفتح الباب خطوة واحدة وهو بيحاول يجمع هيبته وصوته. صباح الخير يا مدام نجلاء، اتفضلي، انا بفرغ بضاعة الحضانة بس الباب كان معصلج معايا من الصدى. مدام نجلاء الجارة اللي ساكنة معايا في نفس الدور، والست اللي أطول لسان في العمارة كلها، كانت واقفة على الباب وبتبص جوه المطبخ بعيون زرقة زي الصقر. حطت ايدها على وسطها وبصت لقفال اليبن اللي على الأرض، وبعدين رفعت عينها لسعيد وقالت بنبرة فيها شك يقطع العرق وينشف الدم: صباح النور يا معلم سعيد، بس غريبة، انت بتورد اللبن جوه المطبخ الداخلي من امتى؟ ومش دي برضو الشنطة الحريمي بتاعت منى جارتنا مرمية على الكرسي هناك دي؟ الكلمة دي نزلت عليا زي حجر جرانيت اترمى على صدري. عيني راحت على الكرسي الخشب اللي جنب الباب، الشنطة الجلد السودة بتاعتي، الماركة اللي مدحت جابها لي في عيد جوازنا الأخير، كانت محطوطة في نص الكرسي ومكشوفة للنور. سعيد بص للشنطة ورجع بص لمدام نجلاء، والثانية الثواني بقت كأنها ظهر. مسح وجهه بكفه الناشف بكبرياء ابن بلد وقال بنبرة هادية بس طالعة بالعافية من زوره: شنطة مين يا مدام نجلاء؟ دي الشنطة البلاستيك بتاعت الخضار والبيض اللي الأبل أمل سايباها هنا من امبارح عشان مشتريات المطبخ. ايه العيال غلبوكي بره ولا ايه؟ نجلاء قربت خطوة واحدة جوه المطبخ، ونضارتها اللي نازلة على أرنبة مناخيرها كانت بتتحرك مع كل لمحة. لا يا معلم سعيد، الشنطة دي جلد ونضيفة وماركة، وانا حافظة شنطة منى جارتنا كويس جدا. وبعدين هي فين أبل أمل؟ هي الحضانة فاضية خالص كده ليه النهاردة؟ أنا انهارت على ركبي ورا التلاجة، والدموع نزلت من عيني سخنة بتكوي خدودي. الشنطة فضلت على الكرسي كأنها قنبلة موقوتة، ومدام نجلاء واقفة على بعد شبرين بس من المطبخ، ومستحيل أخرج من المطبخ ده من غير ما عيونها تجيبني. دموعي كانت بتنزل على كف إيدي المكتوم على بقي، وركبي ثابت تماما فوق البلاط الساقع. أطراف صوابعي اتجمدت وأنا أسمع خطوات مدام نجلاء وهي بتقرب خطوة زيادة جوه المطبخ الداخلي. اللحظة دي كانت أطول لحظة مرت عليا في حياتي كلها، مسافة شبرين بين عينها وبين الشنطة الجلد، وبين الشنطة وبين المكان اللي أنا مستخبية فيه.
بس سعيد حرك دماغه بسرعة ابن البلد اللي متربى في الشارع وعارف ازاي يدير الأزمة ببرود وأصول. سحب إزازة لبن تانية وبملامح وش ثابت كأنه جبل وقف بجسمه العريض بين نجلاء وبين الكرسي وقال بصوت رايق ومريح: يا مدام نجلاء يا هانم، الشنطة الجلد السودة دي فعلا بتاعة الست منى جارتكم، أصلها نزلت بدري تسيبها عند أبل أمل وهي رايحة السوق، وقالت لي أقول لأبل أمل إن المفاتيح جواها عشان تصليح حنفية المطبخ فوق. هي الست منى مش قالتلك ولا إيه؟ ده أنا افتكرتكم نازلين سوا. نجلاء اتسمرت مكانها والشك اللي كان مالي عيونها بدأ يتهز شوية. بصت لسعيد من فوق لتحت وقالت بنبرة لسه فيها بقايا ريبة: منى نزلت السوق بدري كده؟ ده جوزها المهندس مدحت مسافر، وهي عادة ما بتصحاش ولا بتخرج في المواعيد دي. سعيد ابتسم ابتسامة هادية جدا وأخد نفس طويل وقال وهو بيرص أقفال اللبن على الرف: والله يا فندم الجارات أضرب بعض، أنا راجل بورد لبني وبسترزق. عموما قبل أمل زمانها طالعة من المنور بتجيب الفينو، والشنطة أهي على الترابيزة أمينة ومصونة. اتفضلي حضرتك استني بره في الصالة عشان أوسع الطريق للعمال اللي طالعين بالبضاعة. الكلام كان موزون ومترتب وخلى نجلاء ترجع خطوتين لورا بتكاسل، بس قبل ما تلف وتخرج بصت بفضول ناحية التلاجة الكبيرة وقالت: طب ماشي يا معلم، بس هو ايه الصوت اللي زن ورا التلاجة ده؟ قلبي اتنفض في صدري ووقفت أنفاسي تماما وجسمي كله اتشد كأني اتكهربت. الصوت اللي سمعته نجلاء كان صوت أطراف عبايتي السودة لما اتحركت ركبتي على البلاط. في اللحظة دي حسيت إن روحي بتتسحب مني تماما، كتمت نفسي لدرجة إن عينيا دمعت وغمضت عيني واستسلمت لفكري إن الموقف خلاص انتهى وهيتم فضحي في العمارة كلها. بس سعيد اتصرف بمنتهى الثبات والبديهة، مسك قطة الحضانة الصغيرة اللي كانت راقدة جنب كرتونة البيض في الركن ومسكها بشويش ورماها بالراحة ناحية المنور الداخلي ورا التلاجة وهو بيضحك بصوت هادي ومرتاح. دي مشمشة قطة قبل أمل يا مدام نجلاء، مستخبية ورا التلاجة من برودة الصبح، العيال غلبوها طول الأسبوع الفات. القطة نونوت وطلعت تجري من الفتحة الخشبية تحت التلاجة ونطت لبرا. نجلاء بصت للقطة وسكتت، وظهر على وشها للأسف اقتناع بإنها كانت بتتخيل. هزت راسها وقالت بقلة صبر: أما قطة شقية صحيح. طب أنا مستنية قبل أمل في الصالة برا، أصل الولد معيط ومغلبني ومستعجل على شغلي. خرجت نجلاء لبرا ووقفت في صالة الحضانة وسابت باب المطبخ موارب سنة صغيرة. سعيد استنى لما خطواتها بعدت شوية من الباب وبعدين قرب من ناحية التلاجة وهو مالي جسمه العريض عشان يداريني عن أي نظرة من برا. وطى بشويش وحط إيده الدافية على كتفي اللي كان بيترعش وهمس في ودني بصوت زي الخشخشة الناعمة: إش، خلاص يا منى، الأزمة عدت على خير، ما تخافيش طول ما أنا جنبك، اسمعيني كويس واعملي اللي هقولك عليه بالحرف. رفعت عيني فيه وكانت مليانة دموع ورعب وهزيت راسي بضعف. سعيد، أنا هتمسك، نجلاء مش هتمشي، وشنطتي برا، لو خرجت دلوقتي هتشوفني. سعيد ابتسم بابتسامة دافية وهادية وعينيه كلها ثقة ورجولة، وقال وهو بيمسح دموع سقطت على خدي بأطراف صوابعه: مفيش حد هيتمسك ولا حد هيشوفك، الشنطة أنا هسحبها معايا وأنا طالع، وإنتي هتطلعي من الباب الخلفي بتاع المطبخ اللي بيفتح على سلم الخدامين والمنور. الباب ده مقفول بسرينة قديمة، أنا هفكها لك بالراحة ومن غير صوت، بس المترجم اللي بره ده لازم يفهم إنك كنتي في شقتك. كلام سعيد حط في قلبي شوية أمل، بس الرعب كان لسه ماسك في عظامي. مسكت في كم عبايته بإيد بتترعش وقلت بصوت مجهد وواطي: سلم الخدامين، بس الباب ده متصدي وما بيتفتحش من سنين يا سعيد، ولو حد من السكان لمحني نازلة منه هتبقى مصيبة أكبر. سعيد حط إيده على إيدي بالراحة وطمني بنظرة عينيه الثابتة: الباب ده أنا بزيت مفصلاته بكتفي كل أسبوع وأنا بورد الأجبان، عارف إنه بيفتح وبيقضي على ظهر بيت عم خليل الحارس. ما تقلقيش يا منى، أنا عيني عليكي، وأول ما تطلعي من باب المنور هتلاقي الشارع فاضي ومفيش مخلوق.
سعيد سحب الشنطة الجلد من على الكرسي بمهارة وحطها جوه الخيشة الفاضية بتاعة اللبن عشان ما تبانش، وقفز بشويش ناحية باب المنور المداري ورا الرفوف. طلع مفتاح صغير من ميداليته ودخل المفتاح في الكالون المتصدي. الباب عمل صوت تكة خفيفة زي همسة. يلا يا منى، اطلعي بشويش من غير ما تعملي أي صوت. اطلعي على السلم الخشبي، هتلاقي نفسك في المنور الخلفي للعمارة ومنه للشارع الجانبي. ارجعي شقتك فورا، وأول ما تفتحي باب شقتك افضلي جوه وما تطلعيش للبلكونة ولا تبصي من العين السحرية، قالها سعيد وهو بيسندني من كوعي عشان أقدر أقف على رجليا. بصيت له بامتنان حاد، دموعي محبوسة في عيني، وقبل ما أطلع من فتحة الباب الضيقة حطيت إيدي على صدره وشهقت. وشنطتي ونجلاء اللي واقفة بره. ابتسم ابتسامة ابن بلد واثق من نفسه وقال بنبرة دافية: الشنطة هتكون على باب شقتك بعد ربع ساعة بالظبط مع حارس العمارة. هقوله إنك نسيتيها في السوبر ماركت اللي تحت وبعتها معاك، المهم انتي توصلي بأمان. انسحبت بشويش جوه الفتحة الضيقة والباب الخشب اتقفل ورايا بالراحة. ريحة التراب ورطوبة المنور دخلت في مناخيري، وبدأت أتسحب على درجات السلم الخشب المتهالك ستيب باي ستيب. كل خطوة كانت بتعمل صرير خفيف بيخلي قلبي يقع في رجليا. وصلت لآخره وخرجت للشارع الجانبي. الشارع كان لسه بيصحى ومفيش غير بياع العيش البلدي ماشي بعيد. مشيت وانا حاسة ان كل الناس بتبص عليا وبتقرا الذنب في عيوني. دخلت مدخل العمارة الرئيسي وطلعت السلم جري للشقة في الدور الرابع، وفتحت الباب وقفلته بالمفتاح والترباس وسندت ظهري عليه وانا بنهج زي اللي كان بيجري في مسابقة. انهارت على الأرض وقعدت أعيط بالدموع. خرجت من المصيدة بس الرعب لسه عايش جوايا، ويا ترى نجلاء اقتنعت بجد ولا العاصفة لسه هتبدأ؟ قعدت على الأرض ورا باب الشقة المقفول بالترباس، مسكت ركبي بإيديا الاتنين وأنا بجيب النفس بالعافية. كان جسمي كله بيتز زي الفراشة في البرد، وكل خبطة خفيفة في العمارة كانت بتخلي قلبي يقف. أنا جوه بيتي وأمان، بس حاسة إن جدران الشقة نفسها بتتفرج عليا وبتشهد على الذنب والخوف اللي سكنوا قلبي. غسلت وشي بمية ساقعة عشان أفوق، وجريت على المطبخ. وقفت ورا الستارة أبص بلمحة خاطفة على الشارع. لقيت سعيد طالع من باب العمارة الرئيسي ماسك أقفاله الفاضية بكل هيبة، كأن مفيش أي حاجة حصلت. بص بذكاء ناحية البلكونة بلمحة مبهمة ومشي براحة وثبات لحد ما اختفى على أول الشارع. بعد ربع ساعة بالظبط سمعت خبطتين هاديين على باب الشقة. اتخضيت ورجعت لورا، مشيت على أطراف صوابعي وبصيت من العين السحرية. لقيت عم خليل حارس العمارة واقف بره وماسك في إيده الشنطة الجلد السودة بتاعتي. فتحت الباب سنة صغيرة وقلبي بيلعب. صباح الخير يا عم خليل، في حاجة؟ عم خليل ابتسم بطيبة وقال وهو بيمدلي الشنطة: صباح النور يا ست منى، المعلم سعيد بتاع اللبن جاب الشنطة دي للسوبر ماركت اللي تحت، وقال انك نسيتيها عنده وانتي بتشتري الأجبان الصبح، فبعتها معايا عشان ما تدوريش عليها. سحبت الشنطة بإيد بتترعش وقلت بصوت واطي: تسلم يا عم خليل، شكرا جزيلا. قفلت الباب وسندت عليه وانا بضم الشنطة لصدري. سعيد نفذ كلامه بالحرف وصان السر ورجع لي حاجتي من غير ما يثير أي نقطة شك عند الحارس. بس الفرحة ما لم تكتمل، وفجأة التليفون الأرضي في الصالة رن بصوت عالي وزاعق كأنه صرخة في قلب السكون. اتسمرت في مكاني. التليفون ده بالذات مفيش حد بيرن عليه في المواعيد دي غير مدحت جوزي من المأمورية. قربت من التليفون بخطوات تقيلة كأني رايحة للمشنقة. رفعت السماعة بصوت متهدج ومبحوح: ألو؟ جاني صوته الجاف والعملي من الناحية التانية: صباح الخير يا منى، مال صوتك مبحوح كده ليه؟ انتي كنتي نايمة ولا ايه؟ وبعدين انا برن عليكي من بدري على الموبايل وما بترديش ليه؟ السؤال نزل عليا زي المية الساقعة في عز التلج. الموبايل؟ انا نسيت الموبايل تماما فوق التسريحة من رعب الصبحية، وما اخدتش بالي انه كان بيرن. مسكت السماعة بإيد بتترعش وحاولت اجمع ثباتي واغير نبرة صوتي عشان ابان لسه صاحية من النوم. صباح النور يا مدحت، سلامتك يا حبيبي. اصل الموبايل كان على الصامت في الأوضة جوه وانا كنت نايمة وصحيت على رنة الأرضي. معلش يا حبيبي، انت عامل ايه في السفر؟ سكت مدحت ثواني على الخط. السكوت ده كان بيقطع في أعصابي. حسيت كأن السكون اللي بينا على التليفون عبارة عن حبل بيتلف حوالين رقبتي. وقال بصوت جاد وفي سنة شك خفيفة: نايمة للوقت ده يا منى؟
غريبة يعني، انتي من عوايدك بتصحي من أذان الفجر، وبعدين صوتك مش صوت واحدة لسه صاحية من النوم، صوتك فيه نهجة وتوتر. هو في حاجة حصلت عندك في الشقة؟ غمضت عيني وعصرت العباية بإيدي التانية وأنا بحاول أتنفس بالراحة عشان النهجة تروح. لا أبدا يا مدحت، هيكون في إيه يعني؟ بس الكابوس هو اللي خضني شوية وأنا صاحية، والشقة فاضية عليا من غيرك زي ما انت عارف. المهم، انت هتخلص المأمورية وترجع امتى؟ تنهد مدحت بصوت مجهد وقال: غالبا قدامي يومين كمان في الموقع، بس لما ارجع نتكلم. قعدت على أقرب كرسي في الصالة ومسحت العرق اللي مالك بيني. يومين؟ مدحت راجع بعد يومين وأنا لازم ألملم أشتات نفسي وبان طبيعية جدا قدام العمارة كلها. بس الهدوء ده ما طولش أكتر من نص ساعة. سمعت خبط خفيف ومتأني على باب الشقة، خبطة مش بتاعة عم خليل الحارس ولا هي خبطة دليفري، دي خبطة واحدة جاية بتقل ورزانة وعارفة هي بتعمل ايه. مشيت بالراحة وبصيت من العين السحرية، لقيت مدام نجلاء واقفة بره لابسة عبايتها الخروج وشايلة في ايدها طبق فيه كلامنتينا وابتسامة صفرة منورة وشها ومستنية الباب يتفتح. الدم اتجمد في عروقي. مدام نجلاء واقفة على الباب